السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد، وأول تعليق لرضا عبد العال بعد فوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة. قال رضا عبد العال اللي احنا قلناه في ماتش السوبر ظهر نتائجه النهاردة، وقال ان هو قال في ماتش السوبر كان لازم يبدأ ببيرسي تاو وقفشة في المباراة، واللعيبة الجديدة ما كانش المفروض ان هي تبدأ، فالتشكيل من البداية كان غلط. ولما نزل التشكيل المرة دي زي ما قلنا حصل الفرق الكبير، وبيرسي تاو من نجوم المباراة وخد رجل المباراة وأحرز هدفين، ولولا ان هو اتصاب كان زمانه جاب هدف تالت أو رابع كمان. وشدد على ان اللعيبة كان تركيزها عالي جدا النهاردة، عكس مباراة اتحاد العاصمة في السوبر كانوا نازلين واثقين من الفوز. ده طبعا كان عامل كبير جدا في هزيمة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر، لأن انت لما تنزل وانت واثق ما بتديش الفريق اللي قدامك حقه وما بتدلوش أهميته، فبالتالي أدائك بينخفض والفرق اللي قدامك بتعلى عليك. فالتركيز المرة دي كان عالي جدا، واللعيبة عايزة تثبت نفسها وتقول لأ احنا الأهلي مش فريق ضعيف ولازم نبقى قوياء، ودي رسالة قوية لكل الفرق ان الأهلي ما بيهزرش الموسم ده.